بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع قديسه جميله هي وبناتها، اسمها القديسه صوفيا، وبناتها الثلاثه بسنس وهابيل واغابي. وكانت قديستنا القديسه صوفيا من عائله شريفه بانطاكيا، وقبلت الايمان بالمسيح، ورزقت بتلات بنات هما بسنس ومعناه الايمان، وهابيس ومعناه الرجاء، واغابي وطبعا معناه المحبه. ولما كبروا شوية راحت بيهم لروما لعبادة الله في خوف وأمانة. ولما فاحت ريحة المسيح الزكية فيها وفي بناتها، اتجمعوا عليها نساء من كل أنحاء العالم عشان تروح تقعد معاهم وتستمتع بالروحانيات اللي جواهم، وتحول كل واحدة فيهم لمركز كرازة للمسيح في كل مكان. وكانوا بيدوا اهتمام كبير قوي للنفوس اللي خرت نفسها في الطريق وضلت عنه، فكانوا بيقعدوا معاهم وقت أطول كتير. وطبعا هم ضلوا بسبب الضيق والإمكانيات الضعيفة. وسمع عنهم الوالي أدرينيانوس الوالي الوثني، فأمر بإحضارهم بسرعة. وفضلت الأم تصبر أولادها وتوجههم على الإيمان الصحيح وتشجعهم عليه، وتقول لهم إياكوا تبعدوا عن عزمكم وإيمانكم بالسيد المسيح، ويغركم المجد الباطل وتهربوا من مجد المسيح الدائم، وهو هيكون عريسكم السماوي وتدخلوا معاه إلى النعيم. وكان عمر بنتها الكبيرة 12 سنة، والتانية 11 سنة، والأخيرة 9 سنين. فوقفوا كلهم أمام الوالي وسألهم: انتوا اللي بترجعوا الناس وبتضلوا النساء عندنا في المدينة؟ فردت الأم بكل شجاعة وقالت لهم: احنا مش بنضل حد، لكن بنوجههم لطريق المسيح، الطريق الصحيح بعيد عن الضلالة، ونبعدهم عن ظلمة الخطية اللي هي طبعا بتؤدي إلى الموت الحقيقي. فسألها الوالي وهو غضبان: انت مين ومين فتياتك دول؟ قالت لهم: انا مؤمنة بالسيد المسيح ودول بناتي، وانا هما بنعبد المسيح واحنا مسيحيين. فرد الوالي بغضب وقال لها: اي جرم بتعمليه وانت مش عارفة هيتحكم عليكي ايه انت وبناتك، ومصير إيه كل واحد في الديانة دي بيبقى مصيره ايه، وانك ملكيش قلب يحس بيهم وتخافي عليهم من اللي انا ممكن اعمله فيهم وهم بنات الجميلات كده. فردت عليه بكل شجاعة قالت له: انا مجرمة لو ما كنتش اوريهم عبادة المسيح، هو ده الاجرام الحقيقي. وكده ولا كده انا هخرج من الجسد، وليا اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، فذاك افضل جدا. اما بناتي فهما مش اقل محبة مني للسيد المسيح، وهيكون ليهم مراكز في السماء ويلبسوا الاكاليل والجواهر الثمينة بايد السيد المسيح. فرد عليها الوالي بغضب اكبر وقال لها: انت هتشوفي مصير اللي هيحصل نتيجة اللي انت قلتيه، واني هعذبك انت وبناتك. فامر بالقائهم في السجن مع التعذيب، وهي صبرت بناتها، وهم كمان قالوا لها ان احنا هنكون معاكي للنفس الاخير. ولما الصبح طلع بعت يجيبهم ووعدهم بالكنوز والجواهر والمناصب العالية ويرجعوا عن ايمانهم ده. فردت بنتها الصغيرة وقالت له: احنا مش في احتياج لعطاياك الزائلة اللي ملهاش قيمة عندنا. وردت بنتها وقالت، فالوالي قال لها: انت عندك كام سنة؟ قالت له: انا عندي 12 سنة. فرد عليها بعنف وقال لها: اسجدي للأوثان وانا هديك عطايا كتير. فردت وقالت: انا لا اعبد الا السيد المسيح، ومش هسجد لحجارة صماء لا تسمع ولا ترى، وليها ارجل وما تقدرش تمشي عليها، وليها ايد ما تقدرش تستعملها. وقال لها: انت كمان بتجدفي على الآلهة بتاعتنا. فأمر بتعذيبها في الحال بالماء المغلي وقطع أجزائها. فكان المسيح بيديها القوة وترجع تاني كويسة. حتى لما حطوها في أتون النار نزل الملاك وخلى النار زي ندى بارد عليها وما مسهاش بسوء، فاتغاظ الوالي أكتر وأمر بقطع راسها فنالت إكليل الشهادة. أمر الوالي بندي أختها التانية اللي عندها 11 سنة ووعدها بنفس الوعود، وهددها وقال لها: شفتي مصير اختك بقى ايه؟ اعملي بقى اسجدي للاوثان لحسن يكون مصيرك زيها. فقالت له: انا شفت الملاك بيحط لها التاج ونفسي اكون زيها. وامر ليها
هي كمان بالتعذيب والآلام، لكن المسيح كان معاها فاتغاظ وبرضه نالت إكليل الشهادة بقطع رأسها. بركة شفاعتها تكون معانا. والصغيرة بقى الأم نصحتها كتير ووعدتها إنها ما تصمتش أمام إغراءات الوالي، وتشوف إن إخواتها خدوا الإكليل الذهبي من المسيح. الوالي ناداها هي كمان وقال لها اسمك ايه؟ قالت له أغابي وعندي 9 سنين. قال لها ارجعي لعقلك لحسن يحصلك زي ما حصل لهم. فهي قالت له أنا عقلي وروحي مع السيد المسيح. فاشتاط غضبا وقال لها اخرسي، وأمر برضو بتعذيبها بالهمبازين. لكن لما اشتاط في عذابها الناس لقت 3 رجال بلبس نوراني بيدافعوا عنها، وخلوا كمان النيران اللي حواليها تبقى ندى بارد عليها. ولما الناس شافت المنظر البديع دوت امنوا بالسيد المسيح، وكان جمهور كتير. وبكده كملوا جهادهم ال3 ونالوا اكليل الشهادة. وحملت الأم أجسادهم برا المدينة، وطبعا جلست تبكي كتير وطلبت من السيد المسيح أن تسلم روحها هي كمان مع بناتها. فقبل السيد المسيح سؤالها وصلواتها، وهي كمان صعدت روحها مع بناتها. وجم بعض المؤمنين ولفوا أجسادهم الطاهرة ونقلوهم لبلادهم، وكان ده بإكرام جزيل. أما الملك أردينيانوس فنال إن هو اتعمى وجه في جسمه أمراض وحشة كتير ومات موتة بشعة. وبكده انتقم الرب يسوع للعذارى وأمهم. بركة صلواتهم تكون معاكم ومعانا أمين. بركة القديسة صوفية وبناتها ال3 تشفع لنا أمام ربنا يسوع في السماء أمين. واذكرونا دايما في صلواتكم. ما تنسوش تشاركوا معانا في قناة نور القديسين. يفرح ربنا دايما، يفرح قلبكم بكل غالي، ودايما باللايك والاشتراك الحلو من ايديكم. بركة صلوات القديسين تحوط بيوتكم وأولادكم وكل أعمالكم بخير دايما يا رب. واذكرونا دايما في صلواتكم أمين.